باختصار كده وعشان نقطع الطريق على الناس اللي بتهاجم منتخب مصر ومدربه حسام حسن، منتخب مصر خسر أمام كرواتيا في نهائي بطولة عاصمة مصر الودية بنتيجة 4-2. مصر خسرت من كرواتيا 4-2. لو سمعت النتيجة دي في أي بطولة رسمية مش هتستغرب، لأن في فرق كبير جدا بين مستوى منتخب مصر ومستوى منتخب كرواتيا. فالهزيمة أمام كرواتيا حتى لو على ملعبنا هنا في مصر مش نهاية العالم. لكن بقى نروح بقى لمكاسب البطولة خدنا منها مكاسب بالجملة. أولا اتكشف حراسة مرمانا وخط دفاعنا الضعيف قدام حسام حسن اللي هي اختياراته. حسام حسن مدرب قدير، مدرب وطني، بياخد فلوس أقل كتير زي ما قلنا قبل كده من المدربين الأجانب، فبالتالي هنحاول نحافظ عليه. هتقول اشمعنى حسام حسن؟ في مدربين وطنيين كتير جدا وممكن يكونوا فنيا أعلى من حسام حسن. هقول لحضرتك مفيش حد هيجتمع على مدرب في مصر وطني إلا حسام حسن. ليه؟ لأن حسام عنده روح وعنده قبول عند كتير من جماهير الكرة المصرية. أما أي حد تاني هيتهاجم ومش هيتحمل ومش هيستحمل ببلدي كده عوجان اللعيبة. حسام حسن أتقل من أي لاعب في المنتخب مهما كان. علشان كده حسام ليه شخصية وهيفرضها وليه أسلوب إن شاء الله إن شاء الله هينجح بيه مع منتخب مصر، وكل اللي محتاجينه بس شوية صبر. نروح بقى لمباراة مصر وكرواتيا وهي الأهم. مصر خسرت من كرواتيا 4-2 في مباراة كان حسام لعبها بشجاعة كبيرة جدا. هتقولي ليه؟ لو انت عايز واحد زي كوبر ولا مدرب من اللي على قدهم اللي بيجوا يرصوا اللعيبة اعمل حيطة ودافع عشان نطلع كسبانين واحد ولا متعادلين ولا خسرانين واحد، وبيلعب مباريات هزيلة زي ما بيقولوا، بيجيب منتخبات ضعيفة يلعبها، لا، حسام حسن جاب منتخب نيوزيلندا وهو بطل قارة أستراليا، وجاب ثالث العالم واحد ابطال قاره اوروبا في بطوله وديه كان ممكن يعتذر عنها زي ما عمل قبل كده حسام البدري ويهرب من اي مباراه وديه قبل الرسميات ويفضحنا في الرسميات. النهارده حسام حسن لعب بطوله تقيله جدا فرجت العالم كله على منتخب مصر. حتى لو كنا خسرنا امام كرواتيا فدي نتيجه طبيعيه في كره القدم، خصوصا ان انت بتلعب منتخب عالمي ومنتخب تقيل جدا. لعبت مباراة مفتوحة ومباراة بينت بعض العيوب في منتخبنا الوطني، خصوصا في خط الدفاع وفي حراسة المرمى، وده هيفيد منتخبنا جدا في الفترة اللي جاية. وبالتالي أنا شايف إن البطولة دي كانت بطولة مفيدة جدا. لعب فيها المنتخب مباراتين في منتهى القوة، بينت نقط الضعف عند لاعبتنا وبينت لحسام كمان مين يصلح يكمل معاه وممكن يستعين بيه الفترة اللي جاية، خصوصا إن في بعض الغيابات حسام هيستعيدها زي محمد صلاح وزي زيزو لاعب الزمالك وبعض اللاعبين الآخرين اللي حرمتهم الإصابات زي إمام عاشور أو حسين الشحات. فإن شاء الله إن شاء الله في شهر 6 هتبان ثمار المعسكر ده وإزاي منتخبنا استفاد من الماتشين دول. مش عايزين نستعجل ونهاجم حسام، أنا مش بدافع عنه لأني بحبه على المستوى الشخصي، لكن شايف إنه مدرب وطني ويستحق الدعم، وإن شاء الله بإذن الله يعمل حاجة مع منتخبنا الوطني المصري. وبتمنى دايما التوفيق لمنتخب مصر وللعميد حسام حسن ايا كانت اللعيبه اللي معاه من الاهلي من الزمالك لعيبه محترفين. في النهايه هو بيدرب منتخب مصر. عايزين نطلع من حته الاهلي والزمالك دي يا جماعه ونقف ورا مدربنا الوطني بدل ما يجيبوا لنا مدرب يقبض بالدولار، وبرضه النتائج واحده في الاخر.